هقولك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تعمل تصميمات سوشيال ميديا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل اللي عليك هتكتب تفاصيل التصميم اللي محتاجه والموقع اللي هيعمل لك بطريقة احترافية جدا. وكمان الموقع اللي هقولك عليه النهاردة مجاني وسهل الاستخدام. بس قبل ما نبدأ خلينا نعمل لايك وشير ويلا بينا نبدأ. الموقع اللي هنستخدمه النهاردة اسمه بيكلي مان، الموقع مجاني 100%. وهسيبك رابط الموقع في الوصف. لما نفتح الموقع هنلاقيه بالشكل ده. أول حاجة هنسجل بالإيميل بتاعنا في الموقع، هيفتح لنا الصفحة الرئيسية. بعد كده هنضغط على كرييت، هيفتح لنا الصفحة. بعد كده بتحط وصف التصميم بتاعك. هنا انا هكتب له سوشيال ميديا ديزاين فور واتش، يعني عاوز تصميم سوشيال ميديا لساعة. طبعا انت كل ما تكتب تفاصيل اكتر هيطلع لك التصميم زي ما انت عاوز بالظبط، بس انا هكتبه هنا بشكل عام وهشوف هيديني ايه. بعد كده هظبط الاعدادات اللي فوق. اول حاجة هختار الستايل بتاع التصميم، عاوز رسم ولا مرسوم ولا ايه بالظبط. فانا هختار تاني خيار. بعد كده الريشيو اللي هو مقاس التصميم على حسب المنصة اللي انت هتنشر عليها. هتختار التصميم، فبنختار مثلا التصميم اللي هو 1:1. بعد كده الكواليتي، بعد كده بتختار عاوز كام نتيجة، يعني ساعات بنضغط على الجريد هيديني كام صورة. أنا هقول 2 وبعد كده جريد ونستنى النتيجة. زي ما انت شايف النتيجة مرضية جدا. وتعالوا نجرب حاجة تانية. هنكتب مثلا سوشيال ميديا بوست فور برجر، اللي هو تصميم سوشيال ميديا البرجر. طبعا انت لو عندك مشكلة في اللغة الانجليزية تترجم على جوجل ترجمة وبعدين تستخدمه هنا. بعد كده هنختار برضو الستايل بتاع التصميم. خلينا المرة دي نختار اول خيار وبعدين نضغط جريد، هيديني نتيجة زي ما انت شايف. طبعا النتيجة جميلة جدا. طبعا انت ممكن تاخد اي تصميم من دول تعدل عليه. لو في اي تعديل بسيط ممكن تعدله عادي خالص. وتعالوا نعمل كمان تصميم. مثلا خلينا نعمل بانر لماتش، والماتش هيكون لريال مدريد وليفربول. وبعدين هضغط جنريت. زي ما انت شايف نتيجة جميلة جدا. وبالذات اول تصميم. طبعا لو عاوز تحمل اي تصميم من الثلاث نقط دول هنضغط داونلود. الحاجات اللي ممكن نعملها برضو اللي احنا نستخدمها في المونتاج. طيب ازاي نستخدمه في المونتاج؟ ممكن نخلق مشهد احنا عاوزينه في المونتاج. يعني انا مثلا عاوز مشهد يكون واحد في واقف في الغابة وفي روح الكلب بتاعه. فتعالوا نكتب كده ونشوف. بس المرة دي هنكتب وصف دقيق زي ما انتم شايفين. بعد كده بنختار الستايل بتاع الصورة والمقاس برضو بتاع الصورة وبعدين بنضغط جنريت. والنتيجة زي ما انت شايف بيرفكت جدا وجميلة جدا. هو الموقع بيتأخر شوية عشان التسجيل. وعاوز الصورة طبعا تكون واخدة الطابع الكرتوني. هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها هغير الستايل واخلي الستايل الصورة اللي هو الستار التاني مش الاول، يعني اللي هو الستار الكرتوني. بعد كده بكتب المشهد بتاعي بالتفصيل واضغط جنريت. زي ما انت شايف النتيجة مرضية جدا. مثلا انا لو بعمل فيديوهات الوايت بورد انيميشن، طبعا فيديوهات الوايت بورد انيميشن بيكون الشخصيات مرسومه او بيكون الاشكال اللي موجوده عامه مرسومه. فانا عاوز ستايل الصوره يكون مرسوم بكل بساطه. برضو هنكتب وصف الصوره اللي احنا عاوزينه وبعدين من الستايل هنختار الستايل التالت. مش هنختار الستايل الاولاني ولا التاني، لا هنختار التالت وبعدين نضغط جنريت. هيطلع لي الصوره زي ما انتم شايفين كده مرسومه وتقدر تستخدمها عندك في قصه مثلا او في فيديوهات الوايت بورد انيميشن. بس يا سيدي الموقع مجاني 100%. وهتلاقي رابط الموقع في الوصف. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبس كده، في امان الله.